هنا هتشوفوا نموذج مصغر لفكره السوق في مصر القديمه. وفي مصر القديمه ما كانش فيه عملات، فكانوا بيتعاملوا بنظام المقايضه. المنظر هنا قدامكم بيوريكم بعد حسب القيمه بتاعت الشيء. اهم حاجه طول ما الحاجتين متوازنين في القيمه كانوا عادي بينفعوا يبدلوا مع بعض. الفلوس دي ظهرت في العهد اليوناني بقى، بعد كده من اليونان لحد دلوقتي طبعا بتتعامل. اتفرج بقى هنا بقى بيت الفلاح بيوريكم شكل لايف ستايل. زي ما انتم شايفين البيت كان بسيط جدا، زي ما انتم شايفين كده قدامكم، يعتبر هو غرفه واحده للاسره كلها تقعد فيها. تحط هنا الحبوب بتاعه القمح ولمده ساعتين او 3 تقعد تطحن فيهم بالحجر التاني ده لحد ما يتحولوا باودر تعرف تخبز بيها. طبعا العمليه دي كانت هنرجع للخبز. هنا هيورينا التكنيك كان بيبقى عامل ازاي. ده كبريت. ده كبريت، ما هقول لك لسه هقول لك ما تقلقش مش هفهمكم. ده نفس شكل الاداه زي ما قلنا، بس الفرق بيننا وبينهم ايه؟ ان اشعال النار في مصر القديمه كان بياخد من 45 دقيقه لساعه كامله. عايز تقف ساعه كامله عشان يعرفوا يشعلوا النار، لان الادوات اللي كانوا بيستعملوها الاشتعال بتاعها بطيء. كانوا بيستعملوا ورق الشجر الناشف وزيت بذور الكتان. هي مأخوذة منين التكنيك دي؟ التكنيك ده المصريين القدماء هم اللي ابتكروه. كان القبليل هو الحجاره، احتكاك الحجاره بس ببعض. بعد كده هم ابتكروا الفكره. احنا حاطين كبريت عشان مش هنقف ساعه كامله نوريكم الاشتعال، نوريكم التكنيك بس. احنا عندنا النهار كله يا ابني. نقف هات يا ابني ورا شجر واقعد اتحمل ساعه. هنا كان طبعا حمام، وهنا برضو حمام، ده كان بيستعمل للتغذيه. وهنا بقى ده شكل الفرن بتاعنا.